أمام المغرب في دور 16 يوم السبت المقبل 4 من الشهر المقبل. مباراة في تمام 8 بتوقيت مكة المكرمة، يعني ليس هناك سهر يا كابتن يوسف وكابتن رومان مثل مباراة اليوم التي امتدت لشوطين إضافيين وكذلك إلى ركلات الحظ الترجيحية. أرحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس. رود، الخسارة والإقصاء طبيعة الحال يوجعان، لكن لا أعتقد إن وافقتني في هذا الطرح أنه خسارة عن خسارة تفرق. عندما لا يستحق المنتخب أن يتأهل يكون يعني نسميه وقع الخسارة أهون من أنه يقدم مباراة أكبر ولا يتأهل. قلت هذا الأمر، قلت هذا لشيبو. أتفق أن المنتخب المغربي كان أحسن منا بكثير، خاصة في الشوط الثاني وفي الوقت الإضافي. 60% من الاستحواذ ذهب لصالح المنتخب المغربي أو أكثر، لربما 70%. إذن هذا شيء لا يصدق. أعتقد لقد أعطوا انطباعا جيدا. إذن هذه الفرصة الوحيدة التي حصلت عليها. إذن هذا شيء لا يصدق. أعتقد لقد أعطوا انطباعا جيدا. إذن هذه الفرصة الوحيدة التي حصلت عليها هولندا، وخابكو هو من سجل الهدف. إذن كانت أحاسيس كبيرة بالنسبة لنا، ولكن في ذاك الوقت قلت لنفسي لربما سنسرق الفوز. قلت سنسرق الفوز رغم أننا لا نستحق الفوز، ولكن مرة أخرى شيء لا يصدق كيف نقبل أهداف في الوقت الإضافي وفي آخر دقيقة. ومرة أخرى اللاعبين ذوي القامة الطويلة يخذلوننا، مثل فان دايك لم يقفز لكي يمنع الضربة الرأسية. هذا شيء يثير الاستغراب. وقام بنفس الشيء ضد المنتخب الياباني. والمنتخب المغربي يستحق الفوز، يستحق تعديل النتيجة. وأيضا من أسوأ ضربات الجزاء رأيتها، حتى ياسين بونو كان ينظر إليه وتصدى. إذن حينما تغير كثير من اللاعبين وتدخل كثير من البدلاء، والكثير منهم ليسوا مختصين في ركلات الترجيحية، هذا حصل مع المنتخب الإنجليزي حينما قام المدرب بإدخال لاعبين وأضاعوا الكثير من ضربات الجزاء. بالتالي الخسارة مؤلمة. أتقبل الأمر. الأسلوب الذي لعب به المنتخب الهولندي اليوم وهو التراجع كثيرا والاعتماد على الدفاع وانتظار الأخطاء المغربية، هل كان مفروضا من المغرب أم أسلوب ورغبة من كومان؟ لقد هذا فاجأني هذا الأسلوب. أنا أتفهم أنك تريد أن تضع مقاربة خاصة بالفريق الخصم في الشوط الأول، ولكن المنتخب المغربي فهم وأنه بإمكانهم أن يباغتوا الجانب الهولندي. وفاجأني بالتغييرات التي قام بها السيد رونالد كومان. كان دائما يقحم مدافعين، وصحيح كلايفرت كان اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يساعد في الهجوم. فيرخوست يلعب على الكرة الطويلة، لمس الكرة مرة واحدة. وبالنسبة لبقية اللاعبين البدلاء كلهم مدافعين، وهذا أثار استغراب. إذن طابع المنتخب الهولندي كان مبنيا على الهجمات المرتدة، ونجحنا في ذلك. كنا إلى حد ما سرقنا الفوز، ولكن إذا تأملنا فيما حصل في هذه البطولة نقول أننا أصبنا بخيبة أمل، لم ننجز. عكس تيار المباراة إذا صح التعبير، عندما تأخر المنتخب المغربي اعتقد كثيرون أن الأمر انتهى، لكن عيسى ديوب ظهر في الوقت المناسب وأعاد الأمور إلى نصابها وسجل هدف التعادل. دعونا نستمع لما قاله بعد نهاية هذه المباراة. لقد كانت مباراة صعبة.
كانت مباراة صعبة. خاصة حينما تقدموا في النتيجة، ولكن تحلينا بالصلابة إلى آخر دقيقة وأنجزنا المهمة في آخر دقيقة. كنا نعرف أن ياسين بونو حارس مرمى من الطراز العالي، آمنا به ونحن نؤمن بقدرات هذا الحارس. ماذا عن المرحلة الموالية؟ ندري أننا سوف نأخذ مباراة ضد المنتخب الكندي وستكون مباراة كبيرة. طبعا لا بد أن لا نستهين بالفريق الخصم. الشكر موصول للجميع، وأتمنى أن نحظى بمساندة الجماهير ونودي هذا الانتصار للجماهير المغربية. ¡Holanda! ¡Viva Marruecos! Holanda va a probar el Chile nacional. 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 Holanda va a probar. هذه الفرحة خارج ملعب مونتيري، فرحة مغربية امتزجت مع جنسيات أخرى، وكذلك شاهدنا مكسيكيون يساندون ويسعدون بتأهل المنتخب المغربي. تحدث قبل قليل عيسى ديوب وهو واحد ممن صنعوا هذا التأهل بتسجيل هدف في وقت حاسم وفي صعود ذكي سنتابعه رغم كل الانتقادات التي وجهت لهذا اللاعب. أول حديثنا انتقدنا استدعاءه. لا بالعكس، هذه هي كرة القدم طبعا. لا شوف، أنا في اعتقادي أفضل مباراة لديوب، اللي كان هناك تخوف خصوصا المباراة الأولى والمباراة الثانية، لكن اليوم تحس أنه بدأ ينسجم أكثر مع المجموعة ومع اللاعبين مع طريقة اللعب. وهذه أشوف أن يحسب أكثر لأمين تغييرات المدرب. شوف من مرر، شوف هنا دائما تغيير، اللي مرر هو الطالبي. صعوده من محض نفسه أم من المدرب الذي ربما طلب الزيادة العددية؟ طبعا شوف، أنت طبعا عندك تلعب في آخر دقيقة، آخر 5 دقائق ولا أو 4 دقائق، طبيعي عندك لاعب طويل القامة مدافع يكون موجود في هذا المكان، أكيد سيدخل إلى العمق، والتمرير الجيدة للطالبي كذلك يساري ويمرر جيدا باليمنى. ممتاز جدا، لاعب ممتاز. ونقول دائما ونتكلم على لاعب البدلاء، دائما البدلاء حيكون عندهم دائما وقت، ودائما سيساعدون أكثر المجموعة في عملية الفوز، في عملية حسم مثل هذه المباريات. دخول كذلك المرابط، شاهدنا استحواذ أكثر، الفرص اللي شاهدنا اليوم وهذا اللي يلعب أكثر تكلم عليه حتى رود. بعض الأحيان يجب أن يعني تسجل أهداف، تضع نفسك في صعوبات مثل هذه المباريات. في كل المباريات أكثر فريق، أكثر منتخب خلق فرص وضيع فرص. يجب أن نتعلم كيف نستغل أقل فرص. مثل المباريات هذه تكون الجانب التكتيكي دائما يكون غالب على المباريات، وبالتالي يجب كما قلت أن تسجل من أقل فرصة، وخصوصا فرصة نتكلم أكثر على فرصة حكيمي، والفرصة الأخرى لفرصة رحيمي في الشوط الأول الإضافي الأول، هذه تقتل المباراة. صحيح. لكن الحمد لله كما قلت الكرة اليوم كانت منصفة للفريق الأفضل، واللي اجتهد أكثر، واللي أراد الفوز، واللي دائما كان يخلق اللعب لصناعة الفرص. للأسف هولندا فاجأتنا، وأنا تفاجأت من أول